ايكون كبيره زي مستر بيست مع ايكون ضخم زي الاهرامات، ويبدا ان هو يعمل الميرج ما بينهم. فمن هنا يبدا يطلع اكسكلوسيفيتي، من هنا يبدا يطلع محتوى حصري. يعني ايه تسوق بالمحتوى؟ مستر بيست ده للي مش عارف راجل عنده تقريبا حوالي 400 مليون سبسكرايبر في العالم. انتوا فاهمين ان سكان كوكب الارض تقريبا حوالي 7 مليار، فالرقم ده تقريبا واحد من كل 14 واحد على كوكب الارض عامل له سبسكريبشن. الراجل معروف عنه قبل كده ان المحتوى بتاعه مش عشوائي، يعني هو الراجل ما بيمشيش كده بدماغه وخلاص اي حاجه بيصورها ماسك موبايل وعمال بيصور نفسه، لا هو دارس وفاهم. التيم اللي معاه تيم قوي جدا، الناس فاهمه السوق، فاهمين يعني ايه في حاجه اسمها جلوبال ريتش، يعني الوصول للناس بشكل كبير قوي. فاهمين يعني ايه الكونتنت بتاعك او المحتوى بتاعك يبقى حصري، يبقى اكسكلوسيف. فجه الراجل وعمل حاجه ما حدش عملها، قال لك انا هعمل ريفيو لمده 100 ساعه. ال 100 ساعه اللي بنتكلم فيهم دولت شاف فيهم الهرم كما لم يره احد من قبل. احنا بنتكلم ان احنا في 10 ايام النهارده دلوقتي في حوالي 123 مليون مشاهده. يا جماعه ده رقم، احنا ده اكبر من تعداد سكان مصر اساسا يعني. فلازم يبقى في عندي قيمه في المحتوى اللي انا بقدمه، والمحتوى يكون الناس لما هتتفرج عليه هتستفيد. ده ينقلنا للنقطه اللي بعد كده، مين بيستفيد؟ مين اللي استفاد؟ هو الراجل عرفنا استفاد ايه، عايز يبقى بيعمل محتوى حصري ويجذب بيه اهتمام ناس كتير قوي. احنا هنا بقى كدوله، انا كوزاره اثار، انا كوزاره سياحه، انا اكيد استفدت بشكل مباشر. ده تسويق ممتاز للدوله بتاعتي وللاثار بتاعتي. فانا بقول للسياح في اي مكانه، اللي عارف مصر كويس قوي هيبقى عايز يجي وعايز يشوف الغرف اللي دخلها الراجل، وعايز يتفرج على المكان، وعايز يشوف الاهرامات اللي موجوده. طب اللي ما يعرفش مصر اديك اتعرفت. في ناس كتير قوي على فكره ما كانتش تعرف ان الاهرامات دي بنينها المصريين. الاشاعه اللي موجوده بره عند الغرب ان الفضائيين هم اللي بنوا الاهرامات. الراجل حتى مع دكتور زاهي حواس فتح له المقابر بتاعه بناة الاهرامات، الناس اللي كانت موجوده، والراجل شاف الهياكل العظميه بتاعتهم وازاي ظهرهم كان محمي. يعني كان في معلومات جوه الفيديو بتعرفني كويس قوي قوي وبتثبت لي بالدليل القاطع وبتغير الاشاعه. مين اللي ممكن يستفيد بشكل غير مباشر؟ مين الفئات بقى اللي احنا ممكن الله يفتح عليك. شركات السياحه بقى، انا بالنسبه لي كشركه سياحه مهتم بان يجي لي سياح من خارج مصر. كل الناس اللي هتتفرج على الفيديو هتبقى مهتمه انها يا تيجي مصر تاني لو كان جه قبل كده، او تيجي مصر وتتعرف عليها اول مره خالص. انا كشركه سياحه لازم ابدا اعمل بقى باكجات كويسه، لازم ابدا ان انا اشوف اسعار كويسه، لازم ابدا اشوف اوتيلات كويسه، لازم ابدا اشوف اماكن الناس تزورها هنا فيها اسرار. ممكن الناس لما تيجي تنزل الهرم مش كل الاماكن هيقدروا يخشوها، هتبقى محتاجه تصاريح. لكن احنا في مصر بلد مليانه اسرار ومليانه غرائب ومليانه حضاره. انت كشركه سياحه ابدا اركب الموجه بقى. الترند بتاعك يبقى ذو قيمه، يبقى اكسكلوسيف، مش هتضحك على الناس بس اللي عمرهم ما شافوه قبل كده، وريهم اللي عمرهم ما شافوه قبل كده. ادعوا السياح اللي بره، اقول لهم تعالى مطرح ما مستر بيست كان واقف، تعالى في ارض الحضاره، تعالى في الاهرامات اتفرج. وانت عندك مصر ما شاء الله طول السنه شغاله، يعني مصر طول السنه صيف شتاء ربيع خريف، عندك حاجه تتزار، عندك حاجه الناس تيجي تتفرج عليها. الراجل على فكره بيتبع سياسه جوه المحتوى، حاجه اسمها الميرشندايزنج. الميرشندايزنج دوت ان انت تبقى بتعمل من البراند بتاعتك شويه جيف اويز، شويه هدايا، شويه العاب، شويه كوتشينه، شويه ايا كان شكلها، حاجه تكون براند. فهو الراجل كان يستخدم الكوكيز بتاعته او البسكوت اللي هو بيستخدمه، لان هو استخدم الالعاب اللي الاولاد بيحبوها الصغيره، عشان يبقى هو من الماده بتاعته اللي بيعرضها، من المحتوى اللي هو بيعرضه بيسوق. فده في حد ذاته هيدر عليه هو شخصيا ربح. هو الراجل ذكي جدا، هو الراجل قدر من خلال المحتوى التسويق اللي هو بيقدمه، المحتوى الاكسكلوسيف، المحتوى اللي مختلف عن اي حد قدمه قبل كده، يقدر يسوق لنفسه، يقدر يسوق لقناته، يقدر يسوق للبضائع اللي هو بينتجها سواء حاليا او مستقبلا. فهو دي الكيس ستادي، هي دي الحاله اللي احنا عايزين نبقى بنتكلم عليها النهارده. يعني ايه تسوق بالمحتوى؟